تأليف أحمد درويش. حكايات مصرية. ميسرة أحمد صياح. جمد قلب. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. جمد قلبك. تأليف أحمد درويش. إخراج هالة الشام. موعدكم اليوم مع روح بدارة العشقة. وسع يا دلال وسع. اتفضل يا دكتور اتفضل. ملوش داعي يا اخويا، خلاص يعني ايه؟ ماتت؟ العمر الطويل لك يا رياض. أما يا ساتر يا رب، ايه ده؟ دينا هي اللي بتصرخ دي؟ ايوه دينا ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، مالك في ايه؟ قلتلك 100 مرة لازم تتممي على قفل الشبابيك يا منى. عاجبك كده؟ والله انا قفلت الشباك بنفسي يا علي، الشيش والازاز. انت اللي فتحت الشباك يا دينا. شباك؟ لا شباك لا. امال مين؟ العفاريت يعني؟ ايوه لا العفاريت. ايوه بابا، العفاريت يا بابا. العفاريت. بقول لك ايه يا علي، انا قلبي مش مطمن اللي قالته دينا ده. انت جرالك ايه؟ ده خيال طفله. طبعا ما انت سايباها طول النهار قدام الدش وعلى النت تتفرج على افلام مرعبه وتلعب جيمز كلها عنف ودم. مستنيه منها ايه غير كده؟ هو انت ما فيش قدامك غير انك تهمني بالتقصير؟ بعدين ما انا موظفه زيك. طلعت فوق السطوح انده على طيري. ايه ده؟ لقيت طيري بيشرب من انا غيري. ده صوت دينا ده؟ ايه ده؟ استنى يا علي، خلينا نراقبها من بعيد ونشوف بتعمل ايه ساعات. ده حتى صوتها ماله كده كأنها ست كبيره. انا مش مصدق عينيا. دينا بتعجن وتخبز وتطبخ في نفس الوقت. مستحيل تكون دي بنتنا. مين دي يا منى؟ المسألة ما تستاهلش كل الخوف ده. حضراتكم مشغولين على البنت فحبت تلفت نظركم بشيء مختلف. يا دكتور كريم، دي بتعمل حاجات محتاجة تدريب وخبرة أكتر من عمرها كله. مش للدرجة دي. أغاني بدرية السيد موجودة على النت وكمان. طيب والعجين والخبيز وكلامها العجيب عن ولادها وجوزها. عجين وخبيز؟ لا كده لازم أقعد معاها. شايف يا دكتور كريم؟ طيب بشويش كده عرفني بيها زي ما فهمتك. دينا حبيبتي، دينا تعالي يا حبيبتي اعرفك على عمو كريم. تعالي. واتدلع يا رشيدي على وش المي. هي ما بتردش ليه؟ يا دينا يا بنتي. لا مؤاخذة يا ست، ما خدتش بالي. ست دينا مالك يا حبيبتي؟ أنا مش دينا يا سيدنا البيه، هو أنت نسيت اسمي؟ طيب اسمك إيه؟ بداري. هو مين ده يا مصطفى بيه؟ مصطفى؟ دينا. يعني مصطفى ده يبقى والدك يا أستاذ علي؟ أمال مين بدارة دي؟ أنا فاكر إن كان عندنا زمان شغالة اسمها بدرية، وبابا الله يرحمه كان بيناديها بيقول لها يا بدارة، لأنه كان بيحب بدرية السيد. صاحبة الأغاني اللي بتغنيها دينا؟ طب ودينا تعرف منين بدارة دي؟ أنا شخصيا عمري ما سمعت عنها غير دلوقتي منها. اتكلم يا دكتور،
بنتي جرالها ايه؟ الحقيقة المسألة ملهاش علاقة بعلم النفس يا أستاذ علي. اتكلم يا دكتور، بتفكر في ايه بالظبط؟ تناسخ الأرواح. انت متأكد يا علي ان احنا ماشيين في السكة الصح؟ ايوه يا منى، انا فاكر كويس. بدارة من قرية صغيرة اسمها الجدية على طريق اسكندرية رشيد، من حتة اسمها البوصيلي تحديدا. انا فاكر بيتها كويس. طب وافرض لقيناها وبعدين؟ الاول نتأكد اذا كانت لسه عايشة ولا لا. لو عايشة يبقى الكلام بتاع تناسخ الارواح ده مجرد وهم، اما بقى اذا كانت ماتت يبقى ايه يا علي؟ روح بدارة لبست بنتنا دينا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ترى الست بدرية موجودة؟ حماتي؟ لا، دي تعيش انت يا بيه. ماتت؟ يا رياض ضيوف يا اخويا، اتفضلوا يا بيه اتفضلوا. اللي بتقوله ده يا بيه كلام غريب قوي، ده فشر ولا حواديت السيمة. لكن ارجع واقول لك يعني اني موعاش على خدمة امي في بيتكم. يعني الست الوالدة الله يرحمها ما جابتلكش سيرة بخصوص اي حاجة يعني عن المدة؟ ابدا يا بيه خالص. هي صحيح كانت بتحب غناوي بدرية السيد، بس ابويا الله يرحمه ما كانش بيطيق يسمعها وهي بتغني، ولا كان حتى بيحب ان حد يناديها باسم بدارة ده. الشاي. يعني ما فيش حاجة تفسر لنا اللي بيحصل لدينا ده؟ ملهاش غير الشيخ شبلول يا ست هانم. ايه شبلول؟ وهي فين العيلة دي يا سعادة البيه؟ في البيت في اسكندرية. اصله ما كانوش عاملين حسابهم يعني اننا نقابلك النهارده. تفتكر ايه اللي حصل لبنتي يا شيخ شبلول؟ قوم يا رياض وخد الست هانم واطلعوا بره دلوقتي. حاضر يا شيخ شبلول. قوم يا ست هانم معايا، قوم. خير، هو حضرتك يعني طلعتهم بره ليه؟ اصبر لما يطلعوا. يقفل الباب وراك يا رياض. صارحني بقى يا بيه، تعرف ايه عن اللي كان بين ابوك وبدرية الله يرحمهم الاتنين؟ سؤال زي ده ما كانش ينفع يسأله ورياض موجود. وتفتكر روح بدارة دي ممكن تأذي بنتي؟ على حسب اللي كان بينها وبين بابا. يعني لو كان حاجة كويسة يبقى مفيش خوف، أما بقى إذا كان حاجة وحشة لا قدر الله يبقى الموضوع كبير قوي يا منى. انت بتقول ايه؟ وبنتي ايه دخلها في اللي كان بين ابوك وبدارة؟ ليه ما جاتش لحد تاني غيرها؟ قصدك أنا مثلا يعني؟ مثلا يا ريتها عملت كده، بس للأسف ما ينفعش لأني راجل، وما ينفعش روح واحدة ست تلبس راجل، ودينا بقى هي البنت الوحيدة اللي من صلب بابا. علي، انت بجد هتاخد دينا وتوديها الراجل اللي اسمه شبلول ده؟ مفيش قدامي حل تاني يا منى، مفيش. خطوة عزيزة يا ست بدرية، بيتك ومطرحك. اتفضلي. يعز مقدارك يا سي شبلول. خد ضيوفك واستنى بره يا رياض. حاضر، اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. اديهم مشيوا. هتقولي الحقيقة بيني وبينك ولا انده رياض ابنك واقول له على حكاية مصطفى بيه واللي بينك وبينه؟ مصطفى لا انا هتكلم يا سي شبلول، هتكلم. الله، ما تجمد قلبك كده امال يا علي بيه.
ان شاء الله سليمه. ان شاء الله. معلش تعبناك معانا يا رياض، معلش. ده اسمه كلام برضك يا بيه، تعبك راحه. طب والله العظيم اني قلبي انفتح لك اول ما شفتك على طول، وكأنك يعني مع حفظ المقامات طبعا اخويا. القلوب عند بعضها يا رياض. هم اتأخروا ليه جوه؟ انا هدخل اشوف ايه اللي بيحصل. اجمدي يا ست هانم كده، امال كلها دقايق وربنا يصلح الحال ان شاء الله. امسكي نفسك شويه، مش قادره. فاتك كتير يا منى. دي كل حاجة يا سي شبلول، وربنا شاهد ومطلع. وانا مصدقك يا ست بدرية، بس دينا حفيدة مصطفى مالك بيها؟ دي الغالية يا سي شبلول، دي من ريحة الغالي، أنا بحبها. بس حتما ولا بد تسيبيها في حالها، وإلا إيه؟ وإلا إيه يا سي شبلول؟ وإلا إيه؟ رياض. نعمين يا سي شبلول. زيارة قبر الست والدتك وجبت. قبر؟ أيوة قبر. امشي قدامنا يا رياض ودلنا عليه. هم يا ولا. حاضر يا سي شبلول، حاضر. عرفت ايه اللي كان ربنا اسمه الستار يا بيه. ايوه يعني اللي قدامنا دلوقتي يخصك انت وبس. انا وانا ايه المطلوب مني بالظبط؟ هتروح على قبرها وتقرا على روحها اللي ربنا يجود عليك بيه. مش انت حافظ بالقرآن برضه؟ الحمد لله حافظ كتير كمان. يعني مش هتأذي بنتي يا سي شبلول؟ القبر اهو، القبر بتاع المرحوم امي اهو يا سي شبلول اهو. روح واعمل اللي قلت لك عليه يا بيه. سلم بأدب وخلي بالك، الست بدرية الله يرحمها كانت هتبقى في يوم من الأيام مرات أبوك. عاشت وماتت بدل طاهر، ومن حبها له روحها اشتاقت لصلبه، وما كانتش تقدر تجيلك انت. دلوقتي انت اللي جيت لها. رضيها يا بيه، ربنا يرضيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبيب القبور. بقينا الليلة دي هتكون برد جامد يا مدبولي. ايوه. صب لنا الشاي صب. واللي اطمنت على الغفرة اللي قاعدين الناحية التانية، احنا مش ناقصين وجع راس يا عزام. صحيين ومفنجلين كمان، ما فيش مخلوق يقدر يدخل الموقع ده. ايوه، خلي الليلة تفوت على خير. سيراميك وادوات صحية عشان تشطيب شقق العمارة دي، واحنا مش حمل ضيع حاجة. ربنا يسترها مع الغلابة. ما تطفيش الولع عشان نرسلنا حجرين. ها الزنجبيل ده هيخليك زي الفل يا دكتور. اشرب وارتاح من المذاكرة شوية. هانت يما هانت، كلها ايام ان شاء الله ونخلص البكالوريوس نبقى دكتور كبير زي ما بتحلمي طول عمرك يما. وتتعين في بلدنا، نرجع لها ونسيب السكن اللي يشبه القبر ده. دي عشة على الزراعية في بلدنا يا سعيد، تسوى وتستاهل يا ابني. وابويا يما هيسيب شغله هنا؟ وهو هيسيب الديوان يا خي؟ ده غفير، واللي بيرزقنا هنا هيرزقنا هناك في بلدنا. احنا ما هوبناش مصر دي الا عشانك انت واختك شيماء. هي خلصت حقوق وراحت بيت جوزها، وانت بمشيئة الله دكتور قد الدنيا. اشرب يا حبيب امك اشرب. يا ساتر الستر يا رب.
المطرة شديدة قوي يا عزام. على قولك كأنها بحر انفتح علينا من السماء. يا ترى سعيد يا ولدي عامل ايه دلوقتي؟ ماله الدكتور سعيد يا عزام؟ طمني يا اخوي. الجو ده بيعمل له حساسية في صدره، بيفضل يكح لحد ما الشمس تطلع والرطوبة تروح من الجو. وهي الرطوبة بتروح من القبر اللي انت ساكن فيه. انت لازم تسيب البيت ده كل سكان الادوار الفوقانية سابوه عشان شقق، خلاص ممكن يقع في اي لحظة. تقوم انت اللي ساكن في الارض تفضل لابت فيه. ابا ونسيبه نروح فين يعني؟ نجي ناخد شقة من اللي بيتشطبوا دول؟ طب شخشخ جيبك، شخشخوا عشان ندفع العربون يا اخوي، شخشخ. ايوه عندك حق يا عزام، ده احنا لو حطينا اللي نملكه من حطام الدنيا كلها على بعضه ما يسويش 8 ربع متر من شقة في العماير دي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. سعيد، سعيد، ايه ده؟ نور من الشارع ده ولا انا لسه نايمه؟ يبقى انا مش فايقه. الجدران بتتشقق. سعيد، سعيد، يا سعيد، سعيد، يلا في ايه؟ الجدران يا ولدي، الجدران بتتشقق يا سعيد. قوم بينا، البيت هيوقع يا سعيد، البيت هيوقع. سعيد. يا اخوي بقالهم 8 ساعات بيدوروا يابا، 8 ساعات وامي واخوي تحت التراب ومش قادرة اوصل لهم، مش قادرة. امسكي نفسك شوية يا شيماء يا بنتي، انت كمان يا عزام اجمد يا راجل. مرتي وابني راحوا تحت التراب يا مدبولة، 5 ادوار وقعوا عليهم وتقول نجمة يا راجل، ده الحجر الصواب بيتفشفش من الوجع اللي انا فيه دي. ربنا يصبركم على ما بلاكم، ربنا يصبركم. وقفوا الحفر ليه؟ خلاص امي واخويا ماتوا فقدوا الامل فيهم، ماتوا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده في حد صاحي هنا يا ولدي، في حد صاحي هنا، في حد لسه عايش يا خالد. الإجراءات كلها تمام يا خال عزام، وفي البلد جهزوا كل حاجة خلاص. هي أم سعيد حتندفن النهاردة؟ لا نأجل لبكرة. لا مدبولي، لا النهاردة. اطمن يا خال على الدكتور سعيد، سلمى مرتي وامها هيرعوها لحد ما ندفن ام سعيد ونرجع طوالي. عشت ده كان نفسي ام سعيد تعيش لحد ما تشوف دكتور قد الدنيا، ولولاها كان عاش يا عزام، ده انكتب له عمر جديد بسببها. لقيناها رمية روحها عليه وفدياه من السقف اللي سقط فيهم. 8 ساعات 8 ساعات من بعد موتها وهي حضناها بالدرعات. ايوه في الجنة ونعيمها بإذن الله يا فريدة، في الجنة ونعيمها إن شاء الله، في الجنة إن شاء الله. ويا الابتسامة اللي كانت على وشها دي تبقى لمين غير لوحدة شافت الجنة ونعيمها. من حقك يابا، من حقك، مفيش كلام، خصوصا ان سعيد بقى دكتور وخلاص بيدور له على بنت الحلال. يا بنتي أنا ما بقولش يا جواز، رغبة في الجواز خلاص يابا قلت لك حقك. سعيد فين دلوقتي؟ في الوحدة الصحية يا بنتي، كلها ساعة ولا 2 ويرجع، بس أحواله كده ما حجبنيش والله يا شيماء. ليه؟ خير ماله يابا؟ يعني ساعة موت فريد الله يرحمها وهو دايما ساكت كده ومسايم وسرحان، بيخلفط بكلام عجيب كده يعني وهو نايم. خلاص جوز هو كمان يابا، هتلاقيه بدل ما بيكلم روحه وهو نايم بيكلم روحه نايم وقايم.
على كل انا قاعده معاكم كام يوم لحد ما اطمن عليكم عليه. سعيد، ايه دي الصور اللي خبيتها دي؟ لا ما فيش حاجة، أصلها صور يعني تخص شغلي، يعني صور تخص حالات مرضية، ومنظرها هيبقى صعب على واحدة زيك يعني خريجة حقوق إنها تشوفها. سعيد مالك بالظبط؟ فيك حاجة متغيرة؟ هيكون مالي يعني؟ أنا كويس الحمد لله. اوعى يكون موضوع جواز ابوي من اللي اسمها تقصدي جوازته من الست عدلات اللي كان بيحبها زمان. وانت عرفت منين الحكاية دي؟ أباي بس الحكاية دي ما تعرفهاش غير المرحوم أمك يا شيماء، وبعدين دي مش أول مرة. أول مرة في إيه يابا؟ بتفكر في إيه بالظبط؟ شوف يا بنتي، سعيد أخوكي بيعرف حاجات حصلت بيني وبين المرحومة، ما حدش غيرنا احنا التنين بس اللي كان يعرفها. عادي، يمكن الله يرحمها حكت له قبل ما تموت. لا بس ما بانش عليه انه يعرف حاجة غير بعد ما امك مات. يا سلام، يمكن روحها بقى هي اللي بتزوره وتحكي له. سلمى يا سلمى. خير يا سي دياب. انا رايح المركز، عاوزة حاجة؟ يو سلامتك يا سي دياب، وهترجع متى بمشيئة الرحمن؟ حبيت هناك، انت عارفة المشوار وقرف المواصلات. السلام عليكم. عليكم السلام، ترجع بالسلامة. بالسلامة السلامة السلامة. الو، ايواني. راح المركز ده، لو يعني عايز تيجي مستنياك على نار على نار على نار على نار. خارج ولا ايه يا سعيد؟ خارج، ايوه. هخرج اروح الوحدة عشان اشوف في وقت زي ده يا سعيد؟ احنا بعد العشاء بكتير. الله، حالة مستعجلة يا شيماء. يعني اقول للعينين ايه؟ اقول لهم يستنوا للصبح عشان ترتاح انتي؟ لا خلاص، ربنا يقويك يا اخويا. ده ساب اوضته مفتوحة، كويس ادخل اروجها له. كده بانت الرؤيا يا سلمى، ودمك حلال. بس اهل البلد هيقولوا عليا ايه؟ هيقولوا راجل وانتقم لشرفه، بس بينهم وبين روحهم هيضحكوا على استغفالهم ليك يا دياب مع الكلب ده. يبقى لازما تاخد اجلهم من غير ما تفضح روحك. ده ساب درج مكتبه مفتوح. مش هي دي الصور اللي قلعة؟ ليس دي صور ميتين، دي صورة نفادي الصبروت اللي مات من اسبوعين، ودي برضه صورته بس بعد. يا ليلة سودة يا سعيد،
القبور وتصور الميتين. شيماء، انت بتعمل ايه في اوضتك؟ كنت بروجها لك، كان الدرج ده مفتوح. درج المكتب؟ انت ازاي تفتشي باسرار؟ ازاي تسمح لنفسك انك تجي يا هنا سلام، زعلان ان حد غيرك سمح لنفسه يشوف اللي بدرج مكتبك، وانت تسمح لنفسك تكشف ستر الميتين يا سعيد وتعتدي على حرمتهم. ميتين ايه؟ الصور دي علم، بحث بعمله. انت فتحت قبر نفادي الصبروتي ليلة ما مات، وفتحته تاني بعد اسبوع من دفنه، وفتحت قبور تانية كتير. الصور كلها بتقول كده. بس قلت لك ده علم. انا عايز اعرف شويه حاجات يعني. تعرف ايه؟ فهمني يا اخوي. عايز اعرف ايه اللي بيحصل بعد الموت. عايز اعرف بعد الموت مصير الناس دي بيبقى ايه. لا مجنون. عايشين جوا قبورهم كيف؟ ايه اللي بيحصل لهم جوا؟ انت مجنون. لا مش مجنون. بص للصور كويس وانت تعرفي. شايفه نظرة الرضا اللي على وش نفادي دي؟ شايفه نظرته عامله ازاي؟ اكيد انه شاف حاجه تخليه مبسوط وراضي، وبعد اسبوع النظره بقت نظره سعاده. يا ترى شاف ايه خلاه سعيد كده؟ انت بتقول ايه؟ الموت له حرمه. انت ايه يا اخي؟ انا مش هرتاح غير لما اوصل للحقيقه. ايوه، لازم نعرف ايه اللي بيحصل جوا القبر. خلاص قضي اجازة الخميس والجمعة جوا القبر. ايه؟ استهزئ بيا؟ ماشي، بس يكون في علمك اللي بتقولي عليه ده هعمله قريب قوي كمان. يا دكتور سعيد، الحقني يا دكتور. يا دياب، يا ترى ماله؟ انا هفتح واشوفه، وانتي اياك تجيب سير لابوكي، فاهمه؟ ايوه يا دياب، ايوه جاينا. اقول لابويا ايه يا سعيد؟ اقول له ايه؟ اقول له ابنك الدكتور اتجنن خلاص. ايه؟ ماتت؟ بينها كده، اصلها قطع النفس خالص. طيب بينا على هناك بسرعه. في ايه يا سعيد؟ سلمى مرات دياب ماتت. ما تجمد يا دياب امال، امسك نفسك. قاطع بيا فراق قوي يا خال. لسه دورنا الشكل في جهنم وبئس المصير. في الجنة ونعيمة يا سلمى، في الجنة ونعيمة. ويا ترى السم اللي قتلها خدته بإرادتها ولا؟ سم ايه؟ دي موتة ربنا، وانت أنا اللي كشفت عليها وأنا اللي كتبت تقرير الوفاة. ده كلام صحيح، بس أنا دكتور وفاهم كويس قوي إنها ماتت مسمومة. طب بلغ عني يا سعيد، وأنا هقتلك أنت وأهلك كلاتهم. كنت عايز أبلغ كنت بلغت، بس أنا عارف كويس قوي إنك أنت اللي قتلتها، ولازم تصالحني. قتلتها ليه يا دياب؟ رايح فين يا سعيد؟ مالكيش دعوة أنت خالص، اوعي من سكتي يا شيماء. رايح تنبش قبر مين تاني يا دكتور؟ قلت لك مالكيش دعوة. واخرتها معاك. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ شيماء، انت ايه اللي مصحيك بدري كده يا بنتي؟ انا ما نمتش اصلا يابا. ليه خير؟ مالك؟ سعيد لسه ما رجعش البيت من بعد ما خرج بالليل. باي، راح فين بالليل يا شيماء كده؟ انا هقول لك على كل حاجه يابا. دوروا كويس يا اخوانا، يمكن يكون من زورك هنا ولا هنا. يا ساتر يا ساتر يا رب. باي، القبر ده ماله مفتوح كده؟ ده قبر سلمى مرتي يا خال عزام، احنا دفنينها امبارح وقافلينه. لا، اكيد حد فتحه بالليل. اكيد اخويا سعيد اللي جواه. هموا بسرعه يا اخوانا،
سامحنا يا رب. ايه ده؟ يا ساتر. سعيد ولدي. سيبوني، مش انا اللي كنت معاه. لا مش انا. سيبوني، كل دي تعبين. سعيد يا ولدي. سعيد قل لي يا ولدي، ليه نزلت القبر يا سعيد؟ ليه؟ سعيد يا اخويا، يا ترى عرفت دلوقتي اللي بيحصل في القبور يا سعيد؟ يا رب يكون ارتحت بقى يا اخويا. ارتحت. سعيد ارتاح. بس من النهارده ما حدش البلد كلها هيرتاح. اللي شفته خلاني اقول مالكش راحه يا بلد. مالكش راحه يا بلد. فاتنة قصر الأحزان. محدش فينا يقدر يشوف صورة اللي حواليه بشكل كامل أبدا. التفاصيل في أوقات كتير بتكشف حاجات عكس الصورة السطحية. أنا مش بتفلسف ولا غاوي كلام كبير، لا، الحقيقة إن ورا كل ابتسامة دمعة، وكل كذب جواه صدق. المنظر اللي انتوا شايفينه ده مثلا شجر وعصافير في جنينة الفيلا اللي بتطل عليها بلكونة شقتي. منظر حلو مش كده؟ بس لو دققتوا النظر شوية، شباك بدروم الفيلا شايفينه؟ أو البدروم ده هو تفاصيل الصورة، والشيطان دايما بيسكن في التفاصيل. لا بلاش ابوس ايدك، بلاش. ولما انت بتخافي كده ليه عملت اللي عملتيه فيا ده؟ سامحني من النهارده هكون لك لوحدك، عمر ما حد غيرك هيشوفني حتى. طب اقول لك، اعتقني من اللي ناوي عليه، اعتقني، وان شاء الله حتى تحبسني في البدروم ده، احبسني فيه وما تخرجليش منه تاني. ومين قالك انك هتطلعي من هنا؟ البدروم ده هيكون قبرك، زي ما الدنيا الواسعة هتكون قبري. لا بلاش فتوح. تحت امرك يا بيه. نفذ اللي قلت لك عليه. الشقة في منتهى الروعة يا توفيق، شقة تليق بدكتور ومدير مستشفى بجد، مش الحق اللي احنا كنا ساكنين فيه. يعني الشقة عجبتك وهو ده المهم. دي تحفة، شمس وهوا وبتطل على جنينة الفيلا الكبيرة دي. بس إيجار الشقة يقطم الوسط يا عبير، إنما يلا تستاهل برضو، يا دوب على الفرش وتبقى آخر تمام. طيب على بال ما العمال بقى يفرشوها، هات لنا لقمة ناكلها من أي مطعم قريب. زمان شروق ماتت من الجوع يا حبيبتي. الله، وهي فين صحيح؟ مش باينة من ساعة ما وصلنا هنا. بتلعب يا سيدي قدام البيت، فرحانة بالمنطقة اللي كلها جناين وشجر. طيب أنا هاخدها معايا. ها؟ ما قلتليش تحبي تاكلي إيه صحيح؟ العادة بعيدة عن السور الجنينة يا شاطرة، أنا مش ناقص هوسة مخ. حاضر يلا حاضر يا عمو حاضر. ده حتى هنا كمان العبي بإني يا شاطرة، العبي مهيدي يا شاطرة. اهو ماشي برضه هلعب بالكورة، ولما يجي تاني ابقى بطل. ايه ده؟ الكورة دخلت الجنينة، اكيد عمو البواب مش هيرضى يدهاني. طب ما ادخل انا واجيبها. الباب مفتوح ومفيش حد واقف عليه، لما ادخل بقى. الله، هي الكرة فين؟ ايه ده؟ مش دي ماما اللي واقفة في البلكونة هناك دي؟ يا خبر، دي لو شافتني وانا في جنينة الفيلا هتموتني من الضرب. لا اما اقوم بقى استخبى لحسن تشوفني. المكان هنا حلو قوي.
شوية بقى. يعني ايه دورت عليها ومش لاقيها؟ الدنيا ليلت وهي بره البيت. بنتي راحت فين يا توفيق؟ مش عارف سألت عليها كل بوابين العمارات والفلل اللي حوالينا، ما حدش منهم شافها غير بواب الفيلا اللي جنبنا دي. شافها؟ طب قال لك راحت فين؟ ما يعرفش، يا دوب قال لها تلعب بعيد عن باب الفيلا وراح مشوار. يا لهوي توفيق، انا قلبي حاسس ان بنتي جرى لها حاجه. يا شيخه كفالة الشر، حاجه ايه بس؟ انا هروح ابلغ في الاسم، اكيد وهي بتلعب بعدت عن المنطقه وهي غريبه عن هنا وتاهت، بس هنلاقيها ان شاء الله هنلاقيها. ومين اللي جاله قلبي يسيبك لما تضيعي منه؟ تعالي في حضني، ده انا من زمان وانا بحلم بعيلة زيك. انت خسارة فيهم، هاخدك لنفسي وابعدك عن دنيتهم الغدارة. تعالي لدنيتي انا، تعالي يا أمورة، تعالي. اللي شفته قلتهولك يا بيه. عاوز تدخل تفتش الفيلا؟ اتفضل، الباب مفتوح قدامك على وسعه. يا ريس فتوح يا بيه، خدامك فتوح. يا ريس فتوح، مش يمكن تكون دخلت الجنينة وانت مش واخد بالك وسكان الفيلا مقعدينها، او اتلخبطت مثلا وخرجت من الباب التاني، ولا سكان الفيلا ما فيش باب تاني غير ده، ولا في سكان هنا غيري. يعني لو دخلت من هنا يبقى لازم تطلع من هنا، او تبقى لسه جوه. طيب بعد اذنك يعني هدخل ادور عليها. براحتك يا بيه، اتفضل. من النهارده مش هتكون الشروق اللي عرفوها، هتكوني صوتي اللي سمعهم كلامي انا، هتكوني صورتي اللي هتوريهم الرعب. الباب اللي قفله فتوح من زمان هيتفتح غصب عنه. ليلى هترجع لكم من جديد. شروق هي ليلى، شروق هي ليلى. ملعونة. لا سيبها لي انا عاوزاها. اديها لي. ذهن ديار مدار اخشع ارجع بالامر وسر تلصم. ذهن ديار اخشع ارجع بالامر انت قافل موبايلك ليه ده؟ وفيه لقيت شروق. لقيتيها؟ ايه ده بجد؟ وهي فين؟ كانت فين؟ هي نايمه اهي في اوضتها، والظهر اتدخلت واحنا بنرص العفش ومش واخدين بالنا، ونامت في ركن متداري عن العيون. ركن متداري؟ طب وانت والعمال وانا ازاي كلنا كده ما خدناش بالنا من دخولها؟ وازاي ما حدش مننا شافها وهي نايمه في الركن اللي انت بتقولي عليه ده؟ انا عارفه بقى. الله، المهم البنت رجعت لي وخلاص، وبدل ما انت واقف تحقق معايا روح اتوضى وصلي ركعتين شكر لله. اتوضي الحمد لله. افتكر ان القبله كده. ايوه هي كده فعلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. نويت اصلي ركعتين شكرا لله. الله اكبر. رغم ان روحي رجعت لي اول ما عرفت بسلامة بنت شروق، الا انها بعد كده كانت هاديه جدا في سلوكها، رغم انها اساسا شقيه وبتحب اللعب، وبقت بتقعد في البلكونه كتير قوي. في البدايه قلت لروحي اكيد ده بسبب تغيير السكن واحساسها بالغربه. ما اكدبش عليكم، يوم والتاني انشغلت بالمستشفى اللي اتنقلت لها، وبدات انسى حكايه اختفاء ورجوع شروق دي، لحد ما في يوم كنت قاعد بالليل بشرب القهوه في البلكونه، وسرحت في تفاصيل منظر جنينه الفيلا، وفجاه لقيت نور شباك البدروم منور. معرفش هو كان منور اصلا ولا نور وانا ببص له، وشفت خيال ورا الازاز. الخيال ده كان خيال واحده ست. ايه اللي واخد عقلك؟ بواب الفيلا دي قال لي ان مفيش حد غيره فيها، بس بتهيالي كده ان في واحده ست ورا ازاز البدروم. عادي، تلاقيها مراته ولا بنته ولا حتى مامته، انت شاغل نفسك بيه ليه؟
ثم ايه بقى اللي يخليك تركز قوي وتحقق وتدقق في شباك البدروم؟ اهي بصي، طلعت على السطوح قدامك اهي وسابت البدروم. غريبة قوي. تصدق كلامك صح، دي بتبص ناحيتنا بثبات غريب. شروق، مش تعملي اي صوت وانتي داخله ناحيتنا يا حبيبتي. ماما عندها حق يا شروق يا حبيبتي، المفروض يعني شروق. الله، بصي لي لما اكون بكلمك يا حبيبتي. شروق مثبته نظرها بطريقه عجيبه على الست دي يا توفيق. شروق بصي لي وردي عليها يا بنت، انت يا بنت شروق. شروق مالها؟ انت زعلتها في حاجه يا توفيق؟ انا هروح اشوف مالها. لا خليك انت، واضح انك عصبي شويه وممكن البنت تكون توترت بسبب عصبيتك. اللي تشوفيه. بالمناسبه صحيح، كريم اخويا جاي يقضي عندنا كام يوم، واخد اجازه كده من العينين بتوعه يا ستي. يا سيدي اهلا وسهلا. ويجي بقى يطلع فينا بقى مواضيع دكاتره علم النفس. اي كلمه اقولها انا يقول لي دي بارانويا. لا 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 لا، شيزوفرينيا. لا لا لا، اروح اشوف شروق احسن لي. يلا اتفضلي يا عبير. ايه اللي خلاكي تحبسي صوتي جواكي؟ ليه ما قلتلوش اللي انا عايزاه؟ ما تقلقيش، المرة الجاية مش هسكت تاني ابدا، بس اوعي تسيبيني ارجوكي. انا بحبك يا شروق، بحبك ومش هسيبك ابدا، مش هسيبك ابدا يا شروق. مالك يا شروق يا حبيبتي؟ سبتي بابا هو بيتكلم ليه؟ انا حرة، محدش يقدر يقيدني. شروق الحقني يا توفيق، توفيق الحقني. جريت على عبير، ولما قالت لي ان شروق بتتكلم بصوت غير صوتها ما صدقتهاش، وقلت دي مجرد تهيؤات، خصوصا ان شروق اتكلمت عادي جدا معايا، انما امها قالت حاجه غريبه قوي. شروق اتلبست يا توفيق. اتلبست ليه؟ انت مخلفه بنت ولا بلوزه؟ توفيق انا ما بهزرش، ومتاكده انها كلمتني بصوت غريب، صوت واحده كبيره مش طفله صغيره. ده معناه يعني انها زي ما انت بتقولي كده؟ امال هيكون ايه يعني؟ البنت لبستها روح تانية. يا عالم بقى الروح دي هتبقى ايه؟ قل انما الروح من امر ربي يا عبير. وما اوتيتم من علم الا قليلا يا توفيق، ولازم اعرض امرها على حد بيفهم في الحكايات دي. انت اللي لازم تتعرضي على دكتور نفسي. نعم. ملبوسة ايه؟ ايوه ملبوسة ايه ومحبوسة ايه؟ بلاش جهل وكلام ناس مخابيل. الملبوسة قال، يا ترى بقى ملبوسة وهي مكوية ولا اتلبست من على الحبل؟ رغم اني كنت بضحك وبهزر، لانه جوايا كان في قلق شديد واحساس بان الموضوع له تفاصيل غايبة عني. عشان كده قلت فاتح كريم اخويا في حالتها اول ما يجي يزورنا. لبس ايه وهجص ايه بس يا دكتور توفيق؟ مراتك دي تجيبها لي المستشفى علشان اسكنها عنبر العقلاء. يعني ده رايك يا كريم؟ طبعا، وعشان اريحك هدردش معاها وافهم ايه حكايتها بالظبط. خلاص يا سيدي اندهها لك يا شروق. لا 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 لا، شروق مين؟ انا قصدي مراتك عبير، اكيد عندها هلاوس سمعيه وبصريه اكيد. كريم اخذ الموضوع هزار، بس احساسي بالقلق ما راحش من قلبي لحظه واحده، لحد ما في ليله وانا قاعد في البلكونه لمحت الست بتاعت الباترون دي ورا الازاز. بس الغريبه ان المره دي كان معاها حد صغير، الاتنين واقفين ورا الازاز وكانهم بيبصوا لي. اترعبت، يا ترى البنت دي بنت؟ اللي خلاني اقول انها بنت شروق. شروق شروق. اول ما لمحت بنت واقفه مع الست دي ورا ازاز شباك الباترون قلبي اتخلع، بتهيألي انها بنت شروق. جريت زي المجنون ادور عليها في كل حته في البيت، وفعلا كانت شروق مش موجوده في اوضتها ولا في اي مكان في الشقه. اصحي عبير مراتي وكريم اخويا واقول لهم مفيش وقت، كل ثانيه بتمر فيها خطر كبير على حياه شروق. نزلت جري، لقيت باب الفيلا الحديد مقفول، نطيت من فوق السور، وكل ما اقرب من شباك البدروم اتاكد اكتر انها شروق. كسرت الازاز ودخلت. شروق بنتي. بنتك؟ ابعد احسن لك. شروق فوق يا حبيبتي. انت دخلت هنا ازاي؟ اوعى ايدك عن بنتي ولا هقطعهالك. اوعى انت. مش معقول زقه واحده تعمل فيا كده. اديني الامر وانا اتصرف معاه.
وريني شطارتك. لا مستحيل، القوة دي مستحيل تكون قوة بشر. عملتي في البنت ايه؟ انت انس ولا جن؟ انا قدر ومحدش بيهرب من قدره. طب سيب البنت ارجوك، سيبيها، خدينا انا مكانها، اقتلينا انا، بس بنتي لا. ما تقولش بنتي، دي هتبقى صوتي اللي اتحبس ورا جدران البدروم، محدش هياخدها مني. انت لو ابليس نفسه مش هسيب لك بنتي. برضه بتقول بنتي؟ دراعي دراعي مليون مدار اخسع ارجع الامر وسر التوصل. بنتي شروق، اصحى حبيبتي. شروق روح بنتك دلوقتي، واوعى تجيب سيرة لحد باللي حصل ده، وإلا بنتك هتروح منك للأبد. انت فاهم؟ نفسي افهم، انا هتجنن. من فضلك روح البنت وتعالى وانا افهمك، ومش هكرر عليك اللي قلته. اوعى مخلوق يعرف اللي حصل، وانت حر بقى. اللي حصل قدام عيني لو كنت قريته في كتاب ولا شفته في فيلم اجنبي كنت قلت ان المؤلف خياله واسع قوي، انما القوة الرهيبة اللي زقت ايد الست دي وسيطرتها على بنت شروق وظهور فتوح بشكل مفاجئ والكلام العجيب اللي قاله، كل ده رعبني. بس اللي كان هيقتلني من الرعب هو اختفاء الست دي، وكأن الارض اتشقت وبلعتها. نيمت شروق في سريرها ورجعت الفتوح عشان افهم اللي حصل، عشان اعرف بيسكن في التفاصيل. الحكاية دي بقالها سنين طويل، ومحدش في المنطقة دي كلها يضرب ان الفيلا الجميلة دي والجنينة الواسعة والقصر الفخيم ده كله فيه لعنة محبوسة ورا جدران البدروم. انت ليه مش عايز تجاوب سؤالي؟ الست اللي انا شفتها دي ست بحق وحقيقي ولا عياذ بالله يعني حاجة تانية؟ وبعدين انت مين بالظبط؟ وازاي قدرت؟ صبرك بالله يا بيه، هتعرف كل حاجة. القصر ده أساسا كان ملك جلال بيه، راجل واصل. تقصد يعني له مكانة في المجتمع، وزير، لواء، دكتور، حاجة كده؟ لا 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 لا، واصل مع مخاليق الله التحتانيين، بيسخر الجن ويفك الرصد. ساحر، صاحب علم، وانا كنت خدامه وحافظ سره. عشان كده قلت الكلام العجيب اللي خلى الست دي تختفي. اللي قلته ده كف أذى وقيد يكتفها ويرجعها حبسها المرصود بين عالم الإنس وعالم الجن. انت بتقول ايه؟ ده ولا فيلم أمريكاني من أفلام الرعب. الكلام اللي انت بتقوله ده حق يا سعادة البيه، كلام حق، ولو صبرت وسمعت هتعرف الحقيقة. في يوم من الأيام وجلال بيه أو الشيخ جلال زي ما الخلق كانت بتناديله، وهو بيحضر واحد من خدامينه السفليين، اتلخبط وبدل كلام الاستدعاء، وبدل ما يجيله خدامه ده جات له الست اللي شفتها دي. جنية؟ في جنية بالجمال ده؟ لا لا لا، أنا مش مصدق عينيا. أرجوك زي ما استدعتني صرفني، أنا ما أقدرش أقعد في العالم ده كتير. انت هتفضلي معايا طول عمرك، مستحيل ارجعك العالم بتاعك. أنت مجنون كده، هتموتني. بالعكس، انت هتعيشي ليا لوحدي. لوحدي. الشيخ جلال اتخبل بجمالها ورصدها بطلسم يمنع رجوعها لعالم الجن. سباها يعني يا دكتور، أثرها يعني وخلاها زي مراته. لا لا لا، أنا مش مصدق الكلام اللي أنا بسمعه ده. انسي، يقدر على جنية؟ الجن ضعيف يا سعادة البيه مهما بلك إنه قوي، وأي واحد زي الشيخ جلال يقدر بالعلم اللي عنده يسوي الهوايل. طيب وبعد ما عمل فيها اللي عمله ده هي بقى استسلمت؟ كل يوم كان بيزود في قيودها
ويربطها أكتر بعالم الإنس. كل يوم كانت النار اللي بتسري في روحها وبتربطها بالعالم بتاعها بتنطفي تحت تقالات الطين اللي بيرميه عليها بالطلاسم والتعويذ، وما كانش قدامها علشان تحافظ على نارها غير إنها تشرب دم بني آدم مع كل بدر. يعني إيه؟ تقصد إنها كانت عاوزة تشرب دم بنتي؟ لا 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 يا بيه، لا، دم شاب راجل عمره ما لمس واحدة ست، وكانت بجمالها بتصطادهم وتدخلهم الفيلا دي من وراه وتمص دمهم وتدفنهم في أوضة البدروم دي. ولما عرف الشيخ جلال حبسها، بس من حبه فيها اتحصر ومات. طيب ما هو كده بقى، يبقى هي ممكن ترجع العالم بتاعها وخلاص. الله يسامحه بقى، مرضيش يرجعها وحلف يعذبها بوجودها متعلقة كده. معنى كده إنها بتصطاد شباب وبتمص دمهم؟ مش عارف يا بيه، ما هو يا إما هي بتعمل زي ما أنت بتقول كده، يا إما موت الشيخ جلال منع تقالات الطين وساب نارها خابية، لا هي قادرة ترحل ولا طايقة تفضل. طب بنت أنا يا راس فتوح، خلي بالك وحرص منها يا بيه، طالما لبستها تبقى ناوية على نية، ويا عالم ايه هي. يعني ممكن تأذي بنتي او تخلي بنتك اذى للي حواليها، ربنا يلطف بيها وبيك يا دكتور. كلام فتوح كان غريب جدا، كأنه بيحكي فيلم أجنبي. ولولا اني شفت الجنية دي وشفته وهو بيخفيها كنت قلت عليه كذاب. وطبعا حطيت عيني على شروق بنتي، وصيت عبير تخلي بالها قوي، انما تفاصيل الحكاية احتفظت بيها سر بيني وبين فتوح وبس. شروق الحمد لله بقت احسن كتير يا توفيق، بتلعب وتاكل زي الاول تمام. الظاهر ان اللي كان تعبها هو نقلة السكن، هي السبب في كل اللي جرى لها ده. هو كريم فين امال؟ اهو جاء اهو. جبنا سيرة القط. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. وانت اخدت اجازة عشان تقعد معانا ولا عشان تنزل من الصبح ما ترجعش غير اخر النهار؟ ازاي بس الكلام ده؟ طبعا علشان انزل ومحدش يشوفني منكم خالص. عمو كريم. وحشتني قوي قوي قوي. وانت كمان يا شروق، انت الوحيدة في البيت ده اللي بتوحشني. بس ليه بقى يا عمو؟ عشان بتحبني؟ طبعا بحبك وبموت فيكي كمان. وانا كمان بحبك يا كريم. ايه ده؟ معقول؟ مالك يا كريم؟ انت جاي تعبان ولا ايه؟ الظاهر صوت السماعات العالية في الدي جي خلتني مشوش. مشوش؟ طبعا دي حالة بارانويا، سيكولوجيا، ستيجماتيزم كمان. شروق. ها ليلى، انتي فين يا ليلى؟ وحشتيني. قومي يا شروق، قومي وتعالي معايا. حاضر. اوعي حد يمنعك عني ابدا. محدش يقدر يمنعني عنك يا ليلى. توفيق يا توفيق. ايوه عبير، عايزه ايه؟ والنبي ناولني كوبايه الميه اللي جنبك دي. اتفضل. دي فاضيه، هقوم اجيب لك. لا اخليك انت مرتاح، انا هقوم وبالمره اطمن على الشروق. شروق قايمه دلوقتي ورايحه فين يا حبيبتي؟ شروق اقفي كلميني. ابعدي عن طريقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض. في ايه؟ مالك يا شروق؟ ولا يحيط ولا بشيء من الشيء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. تفتكر حقنة المهدئ دي هتجيب نتيجة يا كريم؟ ان شاء الله يا توفيق. اهدى بس، هي بس تقوم من النوم وانا هبتدي اقعد معاها واعمل جلسات علاج نفسي. اكيد البنت بتعاني من مشكلة كبيرة. المشكلة اللي هي بتعاني منها
بعيد عن علم النفس يا دكتور كريم. لو عرفت لك بنتي. انا قلت لك من الاول، قلت لك يا توفيق لازم نشوف حد يفهم في مواضيع الجن والعفاريت دي. البنت اكيد اتمسته وملبوسه. ايه بس الكلام الفارغ ده؟ هو لسه في حد بيصدق الخزعبلات والدجل ده يا عبير؟ جرايه يا دكتور توفيق، فهم مراتك لو ما كانتش فاهمه. حاضر، هفهمها ايه بس. انا لو نطقت كلمه بنتي هتتأذي يا كريم. اول ما النهار يطلع تشوف حالها. اكيد في حد يقدر يعالج بنتي من اللي جرالها ده. ادخلي نامي دلوقتي ولما يطلع الصبح يحلها ربنا. هو انا هيجيلي نوم وبنتي بالحاله دي؟ ادخلي ارتاحي يا عبير وانا حصر جنبها، ما تخافيش. توفيق ادخل انت كمان استريح يا توفيق، انا هفضل جنبها، مفيش داعي نفضل كلنا سهرانين. الحقنه اللي انا اديتها لها هتنيمها لحد الصبح. يلا يا جماعه اتفضلوا خلينا اشوف شغلي. فادل كريم اخويا سهران جنب بنتي شروق ساعة 2، وبعدين طلع البلكونة يشم شوية هوا أو يشرب حتى فنجان قهوة. بس وهو في البلكونة شافها. أيوة هي ليلى. نسيت أقول لكم، كريم أخويا عازب، عمره ما لمس واحدة ست. دم شاب راجل عمره ما لمس واحدة ست، وكانت بجمالها بتصطادهم وتدخلهم الفيلا دي من وراه وتمص دمهم وتدفنهم في اوضه البدروم دي. كريم اخويا وهو قاعد في البلكونه شاف ليلى جميله جدا ولابسه هدوم ممكن تلفت نظر اي راجل، خصوصا لما يكون شاب عازب، رغم انه انسان محترم. بس لما شيطان الغوايه يلعب لعبته ممكن لاي انسان انه ما يقدرش يقاوم، حتى لو كان في الضعف. موت على ايد كنيه اتجسدت فيها كل معاني الشر. ايه ده؟ انا؟ انتي بتناديني انا؟ ايوه انت. هو في حد غيرك؟ وعاوزه مني ايه؟ اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ ايه ده؟ من بعيد لبعيد كده؟ تعالى وانا اقول لك على الخدمه. اجي وعندك في الفيلا؟ معقول ده؟ خلاص لو مش عايز تيجي بلاش. بس افرضي حد شافني وانا عندك. اطمن، محدش هيشوفك بعد كده ابدا. انا جاي حالا، جاي. ايه اللي انت بتعمله ده يا كريم؟ افرض حد شافك وانت جاي لواحدة ست بعد ما نطيت من على السور. طب افرض متجوزة وجوزها طب عليك. لا ارجع يا كريم ويا دار ما دخلك شر ولا. الله، دي واقفة في شباك البدروم عاوزاني اروح لها لهناك. ايه يا كريم؟ انت خايف ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اصل انا كنت هي انا نهيت لك اهرب قبل ما تموت، انفد بجلدك، اجري. حاضر اجري. حاضر. اما انت بقى فلازم الاقي معاكي حل يكفي الناس شرك، لازم. تقول لي كريم، تقول لي دجل، تقول اللي تقوله. انا عاوزه احل مشكله بنتي باي طريقه. يعني هو الشيخ عبدون ده هيكون عنده الحل يا عبير؟ مشكله اكبر من كده بكتير. ايوه انا بقول لك ايه، انا حاسه ان انت تعرف حاجه ومخبي عليا. صرحني يا توفيق، ايه الحكايه بالظبط؟ اقول لك ايه يا عبير وعد لك ايه؟ ما انا لو قلت الاذى هيطول بنتي، وبعدين ايوه مفيش غير فتوح. اكيد فتوح عنده حل. رد عليا يا توفيق، ايه اللي انت تعرفه ومخبيه عليا؟ مفيش حاجه، مفيش عبير، مفيش كده. انا بقى هدور على حل مشكله بنتي بمعرفتي.
شروق فوقي بقى يا بنت، فوقي. شروق بنتي. كل مشكلة وليها حل يا دكتور، ما تقلقش. أنا شخصيا مش ساكت. يعني الجنية اللي اسمها ليلى دي هتسيب بنتي في حالها وتبعد عنها بأذاها يا ريس فتوح؟ يا دكتور المشكلة ما بقتش تخص المحروسة بنتك لوحدها. أنا مسكت شاب كان داخل لها الفيلا، كانت سحباه على أوضة البدروم. عارف ده معناه إيه؟ تقصد إنها كانت عاوزة تخلص عليه وتدفنه في البدروم؟ أيوة، ولولا ستر ربنا كان الجدع راح يا ولداه. طب والحل؟ أقول لك أنا هسيب الشقة دي. أيوة، أنا هعزل وأروح أي سكن تاني بعيد عن الجنية دي. ما خلاص يا دكتور، خلاص السهم نفد. ليلى حبت المحروسة بنتك وعاوزة تخليها بنتها، عاوزة تاخدها منكم، ولو بعدت وعزلت هتلاقيها وراكم. دي ما بتغلبش. يبقى لازم نخلص من الجنية دي، لازم. بس ازاي يا ريس فتوح، ازاي؟ هو ده الكلام، نخلص منها بس من غير ما نعاديها. مش فاهمك، انت بتقول الغاز ولا ايه يا ريس فتوح؟ هي عاوزة ترجع العالم بتاعها، عاوزة تهرب من التعليقة اللي انكتبت عليها بعد موت جلال بيه. يبقى نعمل ايه؟ تقصد ان احنا نساعدها ترجع لعالم الجن؟ انا موافق جدا، بس ازاي؟ انا بقالي مدة بدور على الحل ده وتقريبا لقيته. طمني ابوس ايدك. العفو يا دكتور، العفو، بس اصبر شوية، كلها كام ساعة واقول لك هنعمل ايه. الكلام اللي قاله الريس فتوح ده شغلني جدا، خصوصا حكاية الشاب اللي حاولت الجنية تسحبه للبدروم. شكيت انه ممكن يكون كريم اخويا. بصراحة شديدة انا مش ناقص اقلق، كفاية اللي انا فيه بسبب شروق بنتي. عشان كده كان لازم اتصرف. ايوه، لازم ابعد اخويا كريم عن البيت حتى لو زعلته مني. مش مهم ابدا يزعل شوية، المهم يكون في امان، وابقى انا مركز في حل مشكلة شروق. بس ازاي ابعده؟ ازاي؟ كويس قوي. يمين اطلع بقى البلكونة يمكن اشوفها تاني. طيب افرض شفتها يا كريم وقالت لك تعالى زي المرة اللي فاتت، هتروح لها الفيلا؟ مش بعيد المرة دي الراجل اللي قفشك ده هيأذيك. سهلة، اكيد معاها موبايل. انا هاخد نمرتها واكلمها واقابلها بره. هي مش باينة ليه؟ ايه انت مش باينة من بدري ليه؟ تعالى اديني رقم تليفونك عشان اكلمك. ايه اللي بتعمله ده كريم؟ اصل انت مش كنت نايم؟ انت عارف بقى الجو حر كريم لو سمحت اقفل البلكونه وادخل اوضتك، وافتكر انك لو قضيت باقي الاجازه بتاعتك في اسكندريه ولا في اي مكان تاني مش هتتضايق من الحر ولا هتضطر للوقوف في البلكونات بالمنظر ده. افهم من كده انك بتطردني يا افهم اللي تفهمه يا كريم لو سمحت. اقفل البلكونه بقى يلا. حاضر، هدخل الم هدومي وهمشي حالا. براحتك، بس بقول لك ايه، بتهيالي لو استنيت للصبح هيبقى احسن. تصبح على خير يا توفيق. وانت من اهله يا كريم، انت من اهله يا حبيبي. غصب عني يا اخويا، سامحني. ايه اللي بتقوليه ده يا ست عبير؟ جن ايه ولبس ايه كفالة الشر؟ هي برامج الفضائيات اياها لعبت كمان في عقول المتعلمين اللي زي حضرتك. يا شيخ عبدون بنتي بتضيع مني، ارجوك ساعدني. بص يا ست عبير، الجن مخلوقات عادية زي كل شيء في الكون، يعني بتخضع لمين؟ للي خلق الكون. ونعم بالله، بس الأذى الأذى والشر وكل حاجة وحشة موجودة، زي ما الفايدة والخير وكل حاجة حلوة موجودة برضو. والإنسان هو اللي بيختار السكة، هو اللي بيفتح الباب. يعني أنا مش فاهمة حاجة، أنا جاية لك عشان تساعدني، مش تحيرني وتقول لي كلام يعني، سامحني في الكلمة يا سيدنا الشيخ، كلام شبه مواضيع الإنشا كده. أفهمك، الجن مخلوق له العالم بتاعه، والعالم ده له قوانين وثوابت، وعالم الإنس كمان له قوانين وثوابت. في مخلوقات إنس وجن بيخالفوا القوانين دي
ومن هنا بيكون الشر والأذى. وبنتي أعمل إيه عشان أبعدها عن دايرة الشر والأذى دي؟ اللي في حمى ربنا يا ست ما يطولوش أذى. عموما أنا عاوز أجي أزوركم وأشوف المكان اللي انتوا ساكنين فيه، وما تخافيش، كل شيء بأمر الله هيكون خير. ايه قبر الشيخ جلال؟ ملهاش حل تاني يا دكتور توفيق، ولعلمك الموضوع ده فيه خطر عليا أنا. خطر عليك؟ ازاي يعني؟ دي ممكن تخطفني وتحبسني في عالم الجن زي ما اتحبست في عالم الإنس. أنا لو أملك 8 لوازم الموضوع ده ما كنتش قلت لك ولا جبت لك سيرة، وكنت رحت قبره من نفسي وخلصت. بس العين بصيرة والإيد قصيرة. أيوة، طب والحكاية دي تتكلف كام؟ كتير قوي يا دكتور، كتير، يجي 250,000 جنيه على الأقل. كام؟ آه. طب وأنا هجيب مبلغ زي ده منين؟ ده أنا ساكن إيجار جديد، وحتى لو جمعت اللي عندي ودهب مراتي وبعت عفش بيتي مش هيكمل المبلغ ده أبدا أبدا. أنا احتكم على مبلغ صغير هيساعد، يجي 50-60 ألف، إنما غير كده ما أقدرش. طب ممكن تديني فرصة يوم ولا 2 أدبر أموري؟ ماشي، بس خد بالك إحنا لازم نروح المشوار ده في ليلة من أول أو آخر الشهر العربي، ليلة ما فيهاش غير يدوب هلال صغير، وكل ما الهلال بيكبر كل ما الخطر بيزيد. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. ماما. نعم يا حبيبتي. مين الراجل ده؟ ادخلي اوضتك دلوقتي يا شروق. هي دي شروق؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله. تعالي يا حبيبتي، تعالي سلمي عليا. ها؟ أروح يا ماما؟ روح يا حبيبتي. أهلا أهلا يا حبيبتي. قوليلي بقى، انت حافظة ايه من سور القرآن الكريم؟ القرآن؟ مش كتير يا عمو. أصل شروق في مدرسة دولي، تعليم أجنبي وانت عارف بقى. وفين البيت يا ست البيت؟ المهم بتعرفي تصلي؟ قصدي بابا وماما بيخلوك تصلي معاهم؟ أنا عمري ما شفت حد فيهم بيصلي يا عمو. شروق كده بانت يا ست. مساء الخير. أهلا وسهلا. مين ده يا عبير؟ الشيخ عبدون، والد شروق. ايه الشنطة اللي معاك دي؟ دقيقة واحدة يا شيخ عبدون. تعالى يا عبير عايزك. بعد إذنك يا شيخ، راجع لك حالا. اتفضلوا. وانت بقى يا قمر عاوزك تقولي ورايا. ها؟ أقول ايه يا عمو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ما تصبر شوية يا توفيق، اصبر بس لحد ما نشوف الشيخ عبدون هيعمل ايه. هيعمل ايه يعني؟ ده شكله من بتوع الحكم والمواعظ. انا هروح مع فتوح ونخلص الحكاية دي. هقول لك ايه اللي تشوفه، بس خد بالك الفلوس والذهب اللي انت خدته ده هو كل اللي حيلتنا. كل شيء عشان خاطر شروق يهون يا عبير. يا رب. سبت الشيخ عبدون في البيت مع عبير وشروق، وقابلت فتوح، ورحنا اشترينا بالفلوس ده، لأن رجوع ليلى العالم الجني كان يلزمه فرش قبر الشيخ جلال بالذهب. رحنا المقابر زي ما كنا متفقين، دخلت معاه، مشيت بين المقابر الأموات لحد ما وصلنا للقبر، وهناك بدأ فتوح يولع فحم ويحط عليه بخور ريحته غريبة ويقول كلام أغرب. ابتديت أدوخ لغاية ما أغمى عليا، وصحيت لقيتني هنا في المستشفى، ومن يوم اختفت ليلى من حياتنا نهائي. ياه، قد ايه أنا مرتاح عشان ليلى رجعت عالم الجن
واتمنع أذاه عن الناس. بس اللي مضايقني فتوح من ساعتها اختفى. هقول ممكن تكون خطفته عالم الجن. حكايات مصرية. ميسرة أحمد صيام. جمد قلب. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. جمد قلب. تأليف أحمد درويش. إخراج هالة الشام. موعدكم اليوم مع قمرية. ما تخلي صاحبك يمد ايده وياكل زي الناس يا راضي يا ابني. هو نازل حتى اهو يما، ولا كأنه الوابور بتاع العمدة. ولا راضي، ما يصحش كده. سيبه يا عمي، خليه يقول ما بداله. كنتوا تعالوا شوفوا اللي عامل سبع البرومبا هنا ده كان عامل ازاي واحنا في العجمي على البحر. لا 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 لا، وليه الفضيح ده بقى يا عم شريف؟ ما تخلي الطيبه مستور. ايوه يا شريف يا ابني، استر عليه، ربنا يستر على ولايات. انا هدخل العشاء للحاج. بوسي لي ايديها، ضمي ست كبيره وما تقدرش تخرج من الاوضه. ربنا يديها الصحه وطولة العمر يا عمي. تسلم وتعيش. هلا هو انت عايش في العجمي ده يا شريف يا ابني؟ فاكر لما رحناها كانت يا دوب 3-4 بيوت متنطورين على البحر. الكلام ده من سنين طويله قوي يا طنط. دلوقتي مفيش مكان فاضي في العجمي بحاله، حتى البحر بقينا بنشوفه بالعافيه دلوقتي. لا وشريف ايه بقى يابا؟ مهووس بالبحر، مهووس، ما بيقدرش يبعد عني يوم واحد. خلاص بقى وديه الترعه بتاعت بلدنا يتصبر بيها اليومين اللي قاعدينهم معاه. لا يابا، هو عايز يشوف الساقيه القديمه. بلاش تطلع غرب البلد بالليل كده يا راجل. خد صاحبك شرق الناحيه واقعد معاه ان شاء الله لحد الصبح. ليه يابا؟ هو يعني العفاريت هتاكلنا؟ اسمع كلام ابوك يا راضي، بلاش غرب البلد يا ابني. امال ايه عندك في البيت؟ قالوا لنا بلاش غرب البلد يا راضي. كلام يا سيدي وعادات قديمه. قال ايه؟ خايفين علينا من العفريته اللي ساكنه الساقيه المهجوره. عفاريت؟ ولسه في حد بيصدق الكلام ده؟ ناس كبيره، والحكايات اللي سمعوها من الناس اللي قبليهم لسه عايشه جواهم يا عم. طيب واتنين متعلمين زينا انا وانت كده ممكن يصدقوا الحكايات دي؟ قصدك ايه يا شريف؟ نروح غرب البلد ونقضي السهره عند الساقيه المهجوره كمان؟ بس انت عارف عشان نوصل هناك هنعدي من وسط ايه؟ غيطان، ترع، ارض فاضيه، اي حاجه. لا يا معلم، ترب. مقابر يعني؟ قلبك جامد يا حلو، ولا ناخدها من قصرها ونقضي سهرتنا شرق الناحيه؟ جامد. لا قلبي حديد حديد يا راضي. ما كانش لازم تسيبهم يخرجوا لوحدهم في الساعة دي يا محمود. وهم صغيرين يا زينب، دول رجاله بشنبات. ابنك مجاوح ومكابر يا محمود. اما الله، ليه بس قمت من سريرك يا حاجه؟ الولد ضيف اللي جاي مع ابنك ده امانه عندنا، وحتما ولابد يترد لاهله سالم غانم يا محمود. انتوا هتوغوشوني ليه بقى؟ انا هروح لهم شرق الناحيه واجيبهم في ايدي. هم لو راحوا هناك يبقى في خوف عليهم. الخوف لو ما سمعوش الكلام وقصدوا نواحي الساقية المهجورة. ايه تقصدي الترب يا ام راضي؟ لا يا ليلى صحى يا ولاد. ادينا هو يا سيدي وسط الترب، ايه بقى اللي فيها يخوف؟ ما انا زيك برضو يا شريف، عمري في حياتي ما صدقت الخرافات اللي بتتكلم عن العفاريت. بالعكس يا عم، الترب دي اهدى مكان في البلد كلها، ما تسمعش فيها صريخ ابن يومين. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. بومه. خفت كده، دي هترجع في كلامك ولا ايه؟ مش كنا لسه ايه يا شريف مالك؟ في ايه؟ الف سلام عليك يا عم.
قوم يا حبيبي معلش، قوم نفض هدومك. مش عارف رجلك عملت فيه ايه. طيب ايه ده؟ ما يلا بينا من هنا يا شريف بسرعه. ايه مالك اتوترت كده؟ وايه اللي انت اتكعبلت في حجر كان سادد قبر يا شريف. يعني ايه؟ يعني الميتين اللي مدفونين جوه القبر ده يا شريف ابوس ايدك خلينا نمشي من هنا يا عم ما تخافش كده. الله يا شريف انت مش عارف ده قبر مين اللي اتفتح؟ هي كده مؤذية حية وميتة. سعدون، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. مين اللي معاك ده يا راضي؟ أنا اسمي الأستاذ راضي. ووسع من سكتنا كده. يلا بينا يا شريف. ما تتمسخرش بيا يا ابن الحاج محمود، لولا سعدون كان الأذى طال الفجر النادي. القبر اتفتح. بيقولوا ان صاحبة القبر دي كانت مرات سعدون ده، وكان يعني والعياذ بالله مشيها بطال، طالت ناس كتير قوي بأذاها. لا مؤاخذة صاحبي، انا حدارة ورا السور ده واجيلك، اصلي محصور. براحتك يا سيدي، بس بقول لك ايه اللي خلى سعدون بالمنظر اللي احنا شفناه ده؟ وسعدون لما عرف بمشيها البطال ده قتلها وخد فيها تأبيدة، وبعد ما طلع من السجن بقى يجي يبات هنا على قبرها طول الليل، يبكت فيها ويشتم فيها شريف انت رحت فين؟ يا شريف انت رحت فين يا شريف؟ صاحبك فين يا راجل؟ كان هنا يابا معايا ومش عارف راح فين. وايه اللي جابك هنا من اساسه يا خايب الرجع؟ انا مش حذرتك؟ كله مكتوب ومقدر يا محمود. سعدون بينا من هنا يا راجل. كله مكتوب ومتقدر، والهم كتير ومتبعتر، وكل حي ما بياخدش غير نصيبه. وعد ومتسطر على الجبين. وعد. معقول في بلد زي دي ممكن يبقى في بنات حلوين كده؟ انا ما شفتش جمال زي ده. بس قوليلي ازاي طلعتي من بيت اهلك في وقت متأخر زي ده؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ ده انت باين عليكي مجنونة رسمي. لسه في حد بيعوم في الترع؟ عارفة ان دي اول مرة في حياتي اعمل حاجة زي دي، وادي هدوم انا كمان. شريف امسكوا يا راجل كويس. شريف امسكوا. ايه في ايه؟ سيبني يا راضي، سيبني. عم ما بدهاش يا محمود، الولا شريف ده حتما يسيب البلد الليلة. ايه الكلام ده؟ يعني نطرده من بيتنا يا ستي؟ بقى ده اسمه كلام يابا؟ ده هني عليه، ده متول ونام. طيب نخليه نايم للصبح وبعد كده إلا قولوا تسمعوا من غير مجوحة، هتبقى انت وابنك يا ابن بطنية. الدنيا لسه ليل يا ستي، ومفيش مواصلات تطلعنا للمركز. خد بعضك يا محمود وهات اي عربية. اقول لك هات جرار الجمعية وخلينا نخلص من الهم ده. خش له يا راضي وصحيه بس بشويش. انا بصراحة يعني مش عارف هجيبها له ازاي، ده اقل حاجة ممكن يقطعني فيها العمر كله. قطع حصك من الدنيا، غور واعمل اللي قلت لك عليه. بالراحة على نفسك وعلى الواد يا محمود. ما عادش فيها راحة يا مرات ابني. قبر قمرية قتيلة سعدون اتفتح، وباين اللي اتقال عنها زمان بحق وحقيق. الحقني يابا، شريف مش في الأوضة يابا. انا سامعك يا قمرية.
بس انت فين؟ لا لا لا، انت بتلعبيني بقى. ماشي، استخبي زي ما انت عاوزة، وانا همسكك، يعني همسكك. من هنا اكيد مستخبية مني في الغد ده. انا والرجاله دول هندور غرب الناحيه، وانت يا راجل مع باقي الرجاله تروح هناك. لا، كلكم تقصدوا غرب الناحيه، شط الترعه اللي جبتوه منه. يا ستي مش يمكن يكون جمارية مش هتاخد سره غير هناك، نفس الحته اللي انقتلت فيها على ايد سعدون. عشان نوصل هناك بسرعه يا رجاله بنخرم من جوه الطرق. وكل واحد فيكم يمسك في ايده شويه ملح وحاجه خضره، اوعوا تروحوا لها بايديكم فاضيه. هموا والحقوا الواد بسرعه، هموا يا رجاله. يا جريتيني وراك المسافة دي كلها يا ماريا. طب ليه هنا بالذات؟ ما انت جيتيني الأوضة وصحتيني من النوم. المرة دي بقى محدش هيمنعني عنك. الجمال ده مستحيل يتساب. الجمال ده مش من حقك يا فندم. انت ده ملكي انا لوحدي، ملكي انا لوحدي. أمارية أمارية. شريف، اصحى شريف. أمارية سعدون. الحمد لله على سلامتك يا ابني. انا ايه اللي جابني هنا؟ لقيناك مرمي على شط الترعه مغمى عليك. ايه اللي جرى يا ابني؟ فين أمارية؟ ودوني الأمارية. خلاص يا ابني، جمارية رجعت لمرصودها ومش هتنزل بشرها تاني غير لما حد ينعتر في حجر قبرها. الحمد لله على سلامتك يا ابني. سيبوني سيبوني. أمارية حكايات مصرية. ميسرة أحمد صيام. جمد قلب. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. جمد قلب. تأليف أحمد درويش. إخراج هالة الشاعر. موعدكم اليوم مع مثلث برمودا. جزر البهاما؟ يعني من قلة الأماكن الجميلة في مصر يا وليد. ده حلم عمري يا جلال، ثم الواحد هيتجوز كام مرة يعني؟ ما تحاولش معاه جلال، ده انا لازم اخوك كبير اتقطع نفسي من كتر الكلام. هي ايه الحكايه بالظبط؟ ماسكين ودانه وبتقولوا له ايه؟ لا ولا ماسكين ودان ولا حاجه، ادي احنا سايبين لك ودان اهو عشان تاكليها براحتك بالهنا والشفا. كنا بنوصيه يعرف كل حاجه في البهاما عشان لما نحب نروح لوحدنا ما نتوهش. لوحدكم؟ لا 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 لا، مفيش مروح هناك لحد عازب ابدا، والا حريات مثلث برمودا هيخطفوه. انت بتصدقي الكلام ده برضه يا منى؟ ده وهم فعلا يا وليد. لا وهم ايه؟ خد بالك من حكايه مثلث برمودا دي. مش قصدي موضع مثلث برمودا، قصدي الحريات. هو في حريات اجمل من بنات مصر؟ الله، ابتدينا بقى.
عليكم يا معشر الأرواح الروحانية والأملاك الأرضية الطاهرة أن تأتوا إلي مسرعين سامعين طائعين بعزة من انشق من نوره الأرض والسماوات وأضاءت به الشمس وأنارت به الأقمار وخضع كل شيء وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والقدرة البالغة والعزة الشامخة نور الأنوار وروح الأرواح سبوح قدوس رب الملائكة انت جيت يا امير؟ ايوه ماما. أقسمت عليكم يا معشر الأرواح معقول برضه بتتفرج على البرنامج ده؟ الدكتور صبور ده عالم روحاني مش زي الدجالين اللي بنسمع عنهم. المهم بكلم وليد اخوك قافل موبايله، ما تعرفش ليه؟ يا ماما ده لسه واصل البهامة من ساعات قليلة، واكيد فرق التوقيت والسفر تعبين. ثم انت عاوزه منه ايه؟ مش جوزتيه وارتحتي منه؟ وان شاء الله هجوزك انت كمان وارتاح منك، بس تقضي شهر العسل هنا في مصر. ايوه عشان الاقيك بتتصل وهي كل نص ساعه. يا ماما لعلمك بقى، انا لو طولت مش هروح البهامة زي وليد، لا ده ندخل مثلث برمودا ذات نفس. شك في قلبك يا شيخ. مش كان احسن يا وليد نأجر حد يسوق اللانش ده ونجيب عزول يقعد معانا؟ وبعدين ما انت عارفه ان تجنيدي كان في البحريه. الكلام ده في البحر الاحمر والمتوسط، انما احنا هنا في المحيط الاطلنطي. بنزينك معاك، بوصلتك قدامك، سوق يا اسطى، لا برمودا بقى ولا شارلستون. اهو دار، توكلنا على الله. وليد خلي بالك من الموج، امسك في اللانش كويس يا حبيبي. حسن يا وليد، حسن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادخل. انا نازل، عاوزه حاجه؟ استنى يا امير، استنى لما اغير هدومي يا ابني، عاوزك توصلني مشوار. عينيا حاضر، تحت امرك. انما انت رايحه فين؟ رايحه للدكتور صبور يا ابني. صبور؟ بتاع الروحانيات ده؟ شفت رؤية ولازم افهم تأويلها. اللهم اجعله خير. ها اللهم اجعله خير يا رب. لازم اقابل الدكتور صبور في الاول، لازم. عمري ما كنت اتصور ان في بلاد بالجمال ده. طبعا. مالك يا وليد، في حاجة؟ مش عارف، بوصلة اللانش فجأة بدأت تتحرك بشكل عجيب قوي، بتلف في كل الاتجاهات رغم اننا ماشيين في اتجاه واحد. يعني ايه بقى الكلام ده بقى؟ كده هنعرف اتجاه البر ازاي؟ الروح بتحس الخطر قبل ما يحصل فعلا، علشان كده احيانا بتبعت اشارات لنوعية خاصة من الناس، وده اللي بنسميه الرؤية التحذيرية. يعني الرؤية اللي شفتها دي إشارة بالخطر، تحذير وليد؟ مدام نادية، نعم، الإشارة اللي جاتلك ملهاش غير تفسير واحد: ابنك في خطر حقيقي، ولازم حد ينبهه فورا. هكلمه حالا. انت ليه مش مصدق ان مثلث برمودا ده لغز كبير؟ شوف كام طيارة وكام سفينة اختفوا فيه. مثلث في المحيط بين جزيرة برمودا وبورتريكو، وحتة صغيرة بين جنوب كاليفورنيا اسمها لاودرديل. يعني طبيعي جدا تحصل فيها عواصف استوائية تغرق أكبر وأضخم سفن في العالم. طب فين حطام السفن دي؟ فين حطام الطيارات كمان؟ اتبخروا؟ لا، دي في المحيط الأطلنطي. يعني الطيارات شديدة جدا وبتبعدها عن مكان. وكمان ما تنساش
إن في ناس بيحبوا يصنعوا الغموض ويتاجروا بيه. شوف، في صديقة مصرية مقيمة في جنوب ولاية كاليفورنيا مهتمة بعلم طاقة الأشكال الهندسية. قالت لي استنى، طاقة أشكال إيه؟ أشكال هندسية؟ دي بتفكرني بالعالم الروحاني اللي حكيت لي عنه. يا جلال، طاقة الأشكال الهندسية دي علم حقيقي. إيه أهم آثار الفراعنة؟ الأهرامات. شكل هرم يعني. وإيه كمان؟ المسلات والمعابد. شكل اسطواني أو مستطيل. الأشكال دي وخصوصا الهرمي تقدر تولد طاقة لها القدرة على فعل حاجات رهيبة. يا عم إيه الهري ده؟ الكلام ده إيه علاقته بمثلث برمودا؟ الأهرام الكريستالية اللي في قاع المحيط. أهرام من الكريستال؟ أيوة، هرمين، كل هرم منهم أكبر 3 مرات من هرم خوفو. وليد، ايه اللي بيحصل ده؟ العاصفة دي جت منين؟ مش عارف، حتى أجهزة الاستغاثة متعطلة. احنا ضعنا يا وليد، ضعنا. ايه ده؟ شايفة اللي أنا شايفه منى؟ شايفة ومش مصدقة عينيا. احنا فين بالظبط يا وليد؟ احنا فين؟ اعمل ايه دلوقتي يا امير؟ لغاية دلوقتي لا حس ولا خبر. عاوزني افضل قاعدة حاطة ايدي على خدي؟ ما قلتش كده، بس انت لو سافرتي هناك هتعملي ايه؟ وليه واخده معاكي اللي اسمه الدكتور صبور ده؟ اسمع، عاوز تيجي يا ابني اهلا وسهلا، تذكرتك موجودة والتأشيرة جاهزة. عاوز تفضل هنا؟ انا مسافرة يا ابني، مسافرة. كويس قوي انك كلمت عالمة طاقة الاشكال الهندسية يا استاذ امير، دي هتفيدنا قوي. بس دي عالمة بجد يا استاذ امير. لما نوصل كاليفورنيا هتشوف بنفسك وتتأكد ان الارواح برضو ليها طاقة اكبر بكتير من الاشكال الهندسية. يعني ايه يا دكتورة جانيت؟ أمريكا بحالها مش قادرة تعرف ابني ومراته جرالهم إيه؟ كانوا عرفوا اللي جرى لسرب الطيارات الحربية اللي اختفى قبل كده، ولا الطيارتين ال135 كي سي وغيرهم. يعني ايه؟ وليد ومراته خلاص ضاعوا؟ لا يا استاذ امير، لسه في امل. إزاي؟ طاقة ارواحهم بتديني اشارات انهم لسه عايشين بعد كل الفترة دي من غيابهم يا دكتور صبور. اللي عرفوا عن تفسير اختفاء بعض الناس في مثلث برمودا ممكن يكون سببه شيء غير طبيعي، شيء خارق. فعلا في تفسير بيربطها بالقارة المفقودة أطلانتس أو الأطباق الطائرة، وبيأكدوا رأيهم ده بوجود هرمين من الكريستال في قاع المحيط. احنا بقى هناخد لانش ونقرب من الموقع اللي فيه الهرمين دول. أيوة، بس دول على عمق 2000 متر. دوائر الطاقة الروحية ما تعرفش الأبعاد والأعماق. خلاص أمير، أجر لانش وجهزه عشان... لا، أنا لوحدي اللي هيطلع الرحلة دي، وانتم استنوني هنا. من حقها يا أمير إنها تتمسك بالأمل، دي أم برضه. وأنا كمان نفسي يكون عندها حق، إنما عقلي رافض يصدق. على فكرة في ناس كتير فسروا موضوع مثلث برمودا بالعقل ورفضوا يصدقوا حكاية الأطباق الطائرة والقارة المفقودة. تقصدي يفسروا اللغز بالظواهر الطبيعية، العواصف والطيارات البحرية وفقاعات الميثان اللي بتطلع كل فترة من البراكين اللي تحت المحيط. انت عارف ان حجم الفقاعة الواحدة أكبر من أكبر حاملة طائرات في العالم؟ ها يا ولاد، لسه مفيش جديد. ادينا مستنيين رجوع الدكتور صبور يا ماما. ده إذا رجع هو كمان من أصله. أقسمت عليكم يا معاشر الأرواح الروحانية والأملاك الأرضية الطاهرة أن تأتوا إلي مسرعين سامعين
طائعين بعزة من انشق من نوره الأرض والسماوات وأضاءت به الشمس. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ معقول؟ أنا مش مصدق عليا. مش ممكن. مش ممكن أبدا أبدا أبدا. بعد رجوع الدكتور سبور فات بقاله ساعتين وزيادة. مش بعيد يكون جرى له حاجة هو كمان. هنعمل ايه؟ هنبلغ السلطات ولا لا؟ أنا بلغتهم بخروج اللانشو. ثانية واحدة. ألو؟ إيه؟ What did you say? وليد؟ What happened to him? Okay. Thank you. لقوا وليد ومنى على شط جزيرة. وليد ومنى؟ معقول يا أمير؟ ونقلوهم على المستشفى ماما. مستشفى ليه؟ مالهم؟ مالهمش ولا حاجة، بس هما فاقدين الذاكرة، مش فاكرين أي حاجة من اللي حصلت لهم. انتظرونا الأسبوع القادم. جمد قلبك. جمد قلبك مع حكايات درامية من الحياة المصرية. بطولة خالد عبد السلام، أمان البحطيطي، لاشين، حسين إبراهيم، صلاح عفيفي، أحمد أبو عميرة، ونسمة محمود. جمد قلبك مع تحيات أحمد درويش وهالة الشارع.